للأسف بعض البنات اللي صور إباحية للشباب على الإنترنت. فكري ولك فكري فد شوية ليش تنزلين راس أهلك بالأرض. إذا يحبك صدق خلي يجي لأهلك ويتزوج. اللي يطلب منك هيك صور إباحية ترى هذا مو حب. وأكو بعض الشباب يجرب حبيبته يطلب منها صور إباحية حتى يشوفها تدز أم لا. لا توقعين ببير أظلم، انتبهي باكر من ينشر صورك على الانترنت. شنو اللي راح تحصليه من يطلب صورة دزي محتشمة؟ حتى من يسوي شي تقولي له ما بيه شي، صوري شو سوي. الحب مو على الصورة، مو على الصورة الإباحية ولا أشياء تغضب الله. أنا ما أحكي على الشباب، ما أحكي على الشباب الكل، لا البعض. إذا قال لك أحبك قولي له باب أهلي مفتوح. لا تهدمي ثقة أهلك بيك، خليك قوية وشوفي دائما الصح. لا تروحي على الخطأ توقعين، لا تروحي على الخطأ توقعين بيه وبعدين ما يفيد الندم. صدقيني ما يفيد، راح تفلش حياتك وأهلك ومدرستك، يروح مستقبلك. اصحي يا بنت، اصحي يا بنت حواء. نحن في زمن تكاثرت فيه الذئاب وقلت فيه الشرفاء. لا تكوني مراهقة قوية وتنتهي بك الحياة. لابد عوائلنا رجاء انتباه على بناتكم. شباب إذا ما تخاف من الله خاف على أهلك. إذا ما تخاف على أختك خاف على أمك. وإذا ما تخاف على أمك خاف على زوجتك بالمستقبل أو على بنتك قبل لا تلمس بنات الناس. فكر كما تدين تدان.